في بداية الفيلم بنشوف إن في سنة 1979 في مدينة ألاسكا قائد الطيارة بيكلم القاعدة بتاعته وبيقول لهم إن هو شاف شيء غريب بيتحرك في السماء، وفي نفس الوقت ده الناس هناك اكتشفوا إن أجهزة الإشعار بتاعتهم حصل فيها خلل. بعد كده بنشوف في الغابة بعض العمال بيقطعوا الأشجار، وبعد ما بيخلصوا فجأة بنلاقي عربية من العربيات طارت في الهواء وبعدين وقعت على الأرض واتكسرت، فنزل عامل من العمال علشان يطمن على صاحبه اللي العربية وقعت عليه، وفجأة ظهرت قدامه مركبة فضائية طايرة فراح جرى منها في الغابة بس ما لحقش يهرب، والفضائيين بعدها أخدوه. وفي نفس الوقت ده في ولاية كاليفورنيا مهندس الكمبيوتر جون وصل لمكان عمله في وكالة ناسا، وبنلاقي إن زميله في الشغل بيقول له إن هم استقبلوا إشارة من كندا، والفكرة إن مفيش أقمار صناعية في المكان ده نهائي. بعد كده جون قعد على جهاز الكمبيوتر واستقبل إشارة من مصدر غير معروف وكان متفاجئ جدا ومش عارف مصدرها إيه. تاني يوم جون راح لدكتورة نفسية علشان تعالجه، وبنلاقي إن الدكتورة طلبت منه إن هو يسجل فيديوهات يومية علشان تقدر تفهم مشكلته. جون ما كانش حاسس بارتياح قدام الكاميرا لكن برضه سجل. وبعد كده بنلاقي ان الناس في ولايه كاليفورنيا اتفاجئوا باسم غريب مشتعل في السماء، وفي نفس الوقت جون كان في الغابه ومعاه الكاميرا بتاعته وكان عايز يصور اللي بيحصل، فدور على مكان مناسب يكون بعيد فيه عن الشرطه، ولما بدا يسجل شاف ان الجسم الغريب ده مركبه فضائيه نازله على الجبال وفجاه اختفت، وبنشوف كائن غريب ورا جون، ولما جون بص له ما كانش مصدق ان هو شاف فضائي قدام عينيه وكان لسه بيصور، وبعدين الفضائي مشي وجون حاول يمشي وراه ولكن جون وقع واغمى عليه. وبعدها كل الاعلام والمجلات بقوا بيتكلموا عن الشهب والفضائيين، وبنلاقي ان فريق الشغل بتاع جون كان محتاج يجمع عينات ولكن بنتفاجئ ان جون ما جاش الشغل. وبعد فتره اسحاق صحي على صخره ومش مستوعب ايه اللي حصل، فتح الكاميرا وشاف الفيديو بتاع الفضائي ففكر ان هو اتخطف وكان في وجع في ايده بس مفيش اي اثر لاي جرح، ورجع بيته وهو في حيره. اتفاجئ ان هو لما ركز قوي في حاجه محدده لقاها بتختفي، ولما بيركز تاني بتظهر، ولما بيركز تاني بيعرف يخليها تظهر. وفي البدايه اعتقد ان دي هلوسه ولكن الموضوع اتكرر اكتر من مره، ولما جرب يمسك المكان اللي فيه الوجع حس باحساس غريب قوي في ايده وكان حاسس ان هو تعبان، فراح المستشفى ولكن الدكتور قال له ان ده مجرد جفاف وانه محتاج راحه مش اكتر. بس الدكتور بعدها اتفاجئ بالاشعه بتاعه ايد جون واكتشف ان في كسر بسيط ودقيق جدا كانه معمول بادوات، برغم ان مفيش اي اثر لجروح على ايد جون. وبنشوف بعدها جون تاني يوم في الشغل وبنلاقي ان زميله بينادي عليه علشان يعرف مختفي فين بقاله كذا يوم. جون قرر ان هو يعرفه الموضوع فمسك كوبايه وركز عليها تاني علشان تختفي، بس زميله ما انتبهش ومسك الكوبايه علشان هو كان لسه شايفها، وبنكتشف ان جون بس هو اللي بيشوف ان هو بيقدر يخفي الحاجه. وبعد كده وراله الفيديو بتاع الفضائي بس زميله ما كانش مصدق. بعد كده زميل تاني لجون جه وجاب عينه من التراب اللي حصل فيه الحادثه ولكن ما كانش فيه اي اثر لوجود فضائيين، فقرر جون ينزل الفيديو على الانترنت ويبعته للمجلات العلميه. الفيديو انتشر جامد ولما صحى في اليوم التاني لقى عشرات الاف من المكالمات والمقابلات من ناس عايزين يصوروا معاه انترفيوهات ومنهم برنامج توك شو معروف. لما بص على الكومنتات على الفيديو لقى اشخاص كتير مصدقاه لكن الاغلب فكروه فيك وقعدوا يشتموا في جون. جون ظهر بعد كده في التلفزيون وحكى قصته كلها. في الاول المذيعه كانت بتستجوبه عن التفاصيل وبعدين بانت نواياها الشريره وبدات تحرجه في الانترفيو وخلته قدام الناس زي العبيط، وبنلاقي ان الانترفيو انتشر جدا وجون اتهم ان هو بيدور على الاهتمام وفي حد بعت ان هو اللي مصور الفيديو، والناس اتضايقت جدا من الحوار ده. بس جون قعد يدور على النت على اي حد مر بنفس تجربته، وفي يوم لقى جون بنت اتخطفت قبل كده ووافقت تقابله في مطعم، وجون وهو بيستناها في المطعم بدا يشوف حاجات غريبه بتطير في المطعم وتجربته اتقطعت لما ماريا اللي كلمها على الانترنت جت، وجون وراها الفيديو وطلع شويه ابحاث تثبت ان في كائنات فضائيه، وماريا بدات تحكي له عن اختطاف فضائي حصل في مدينه ألاسكا سنه 1979 وبمجني عليه كان اسمه اسحاق واللي اختفى في ظروف غامضه في نفس الوقت اللي كان فيه في الغابه. واسحاق اتفاجئ لما شاف الجهاز بتاعه بيستقبل اشاره غريبه، وبعد فتره جون شاف في التلفزيون شخص بيقول ان الفيديو بتاع الفضائي ده فيديو فيك. بعد كده بنشوف جون عمل نسخ كتير من الفيديو بتاعه ولما خلص اخد كل النسخ دي وحطهم في صندوق البريد، ومن تقلهم ما كانش قادر ان هو يشيلهم فجه شخص وساعده، ولما عرف ان هو جون قال له ان هو كاتب ومؤلف كتب واداله الكارت بتاعه وقال له يكلمه لو عايز يصور معاه انترفيو. وبعد كده اشخاص كتير طلعوا في التلفزيون وقالوا ان الفيديو مزور، فكلم الكاتب واخد منه ميعاد، وعلشان الكاتب يضيف مصداقيه للموضوع طلب من جون ان هو هيعمل معاه جهاز كشف الكذب وساله عن الحادثه وعن حاجات شخصيه، واتفاجئ الكاتب بعدها ان كل اجابات جون كانت صحيحه. فخرج الكاتب من الاوضه وقال له يستناه، وبعد شويه جم اشخاص سريين وحاولوا يخطفوا جون بس جون نجح ان هو يهرب منهم، بس بعدها قدروا يخطفوه. ولما صحي لقى نفسه في مكان غامض وكل اللي هناك روبوتات حتى اللي كانوا شايلينه وهما بيتحركوا. جون لقى ماريا هناك فقعد يناديها بس اخدوها اوضه مختلفه وربطوا جون في الكرسي، وورا الازاز كان في عميل اسمه العميل جرافس وقال له ان هو معاه معلومات ممكن تفيد البشريه، وعمل اختبار لجون بحيث ان هو يخليه يركز
بيركز على أشياء مختلفة، وبيسألوا عن كارل اللي اختفى سنة 1979، فبيقول لهم إنه ما يعرفش عنه حاجة وبيفكروه بيكذب. وبيحاول جون إن هو يقوم من الجهاز وفعلا بيقدر يقوم، وبيمسك خشبة وبيدمر الروبوتات، وبيجري لأوضة ماريا وبتكون مربوطة في الكرسي هي كمان، وبيفكها وبيهربوا هما الاتنين. وبياخد جون سلاح من الروبوتات وبيضربهم بيه لكنهم مش بيتأثروا، وبيحاول جون ان هو يفتح الباب بقوته الخارقة، وفعلا بيقدر ان هو يعمل كده، وبيطلع يجري هو وماريا بره المكان ده. وبعدها بيلاقي جون نفسه في كوستاريكا وبيحاول يخرج من الغابة، وفعلا بيقدر يوصل لكافيه، وبيسأل بنت عن مكان الانترنت وبتقول له ان في واحد بيدعي زد هو الوحيد اللي معاه كمبيوتر. فبيقابله وبيقول له ان هو عايز يعرف معلومات عن كار، فبيطلب منه زد انه يكون صادق معاه في المعلومات اللي هيقولها علشان يقدر يساعده، ويبدأ يتعرف عليه. لكن في اللحظة دي بتوصل الروبوتات للمكان، فبيطلعوا يجروا هما التلاتة منهم، وبيكون زيد عرفهم وبيقول له دول اشتغلوا في وكالة ناسا ومكانهم تحت الأرض. وبياخدهم زيد لبيته واللي بيكون متعلق وسط الشجر، وبيكون بعيد عن الناس كلها تماما. وبيحاول زيد ان هو يعرف اي معلومات عن كارل. وبتتكلم ماريا مع جون وبتقول له ان في اليوم اللي قبله كانت في الجبل لوحدها، وكانت بتحاول تنام ولكن حست بصوت غريب وراحت تشوف ايه ده، فلقت حاجة شكل الطيارة في السماء، وبعدين فقدت الوعي في اللحظة دي. وبعدها بتفوق الساعة 2 بالليل ولقت ان الدنيا مقلوبة عليها، واكتشفت ان هم بيدوروا عليها بقالهم يومين. وفي الوقت ده بيوصل زيد لكار وبيعرف ان هو في كولومبيا، وبيحاول ان هو يرن عليه، واول ما بيرد كار وبيشوفها بيقفل السكة، وزيد بيهكر جهازه وبيفتح المكالمة غصب عنه. وبيبدأ جون يحكي له الحكاية كلها، وبيطلب كار من جون ان هو يبعت الرسالة اللي وصلت له في اول الفيلم، وفعلا بيبعتها له وبيحولها كار للغة مفهومة. ومضمون الرسالة ان الفضائيين بيقولوا ان هم جايين خلال 5 ايام على الارض. وبيقفل كار في وش جون وبيستخبى من وكالة ناسا علشان عارف ان هما مش هيسيبوه. فبيقرر جون ان هما يروحوا لكارل بالطيارة وبيركبوا القطر علشان يوصل لهم، ولكن بيلاحظوا ان قوات ناسا بتراقبهم. وبيوصل لهم وبيحاولوا ياخدوا جون وماريا من زد، ولكن بيهربوا وبيوقعوا الروبوتات من القطر. وبيوصلوا لكارل لكن كارل بيطلع لهم بندقية وبيجيب جهاز يشيل التتبع الذاتي اللي كانت قوات ناسا زارعينه في ايد جون وماريا. وبيقول لهم كارل ان هو بقاله 10 سنين بيحاول يفك الشفرات اللي بيبعتوها لغاية ما عرف يعمل كده فعلا، وبيبعت لهم رسائل كتير لحد ما ردوا عليه مرة واحدة. وبيسأل جون كارل عن قصته وبيقول له انه كان راجع لبيته هو وزمايله، ولكن ظهر ضوء ازرق غريب وقلب العربية. زميله حاول يجري منهم بس ما عرفش ومسكوه ومش فاكر اي حاجة بعد كده. وبيقرر العميد جرافس ان هو يبعت لجون قوات في اخر مكان ظهر فيه على الرادار. وبعد كده بنشوف زد وبيكون مبهور بمعدات كارل. وبيقرر جون ان هو يعمل خطة يوجهوا بيها الفضائيين. وبيعدي يوم وبيصحى جون ولكن بيحس باحساس غريب قوي ان في زلزال، وبيقول له كارل معنى كده ان هم قريبين مننا. وبيطلع جون للغابة وبيلاقي الفضائيين فعلا هناك، وبيسأل فضائي منهم عايز ايه وبيوديه لبيت كارل. وبيكون كارل معاه جهاز بيترجم لغة الفضائيين، وبيقول لهم الفضائي ان هم جم الارض بيدوروا على اشخاص معينة وان هم من الاشخاص دول. وبتقول لهم ماريا احنا ليه بقينا بنحس بوجع في ايدينا من ساعة ما خدتونا معاكم. فبيحط الفضائي جهاز غريب على دراعها وبيفصل ايدها عن بعض، وبيعرفها ان ده جهاز تعقب عن بعد، وبيشيل الجهاز منها. وبعد كده برضه بيعمل كده مع جون، ولكن في نفس الوقت بيوصل لعميل جرافس وبيكون مسلح وبيقول لكار يخرج من بيته علشان ما يدمروش. وبيسأل ايه اللي حصل لابوه بعد ما خطفوه الفضائيين، وبنكتشف ان ده ابن زميل كارل اللي اتخطف وقت الحادث. وبيقول له كارل انه مش عارف، ولكن جرافس مش بيصدقه وبيطلب من رجالته ان هم يقتلوه، وفعلا بيقتلوه. وبتروح بعدها ماريا علشان تطمن عليه فبيقتلها هي كمان. وبيطلب من جون ان هو يخرج، وبنلاقي ان الفضائيين بيقولوا لجون ركز واستخدم قوتك ان انت تهزمهم. وبيختفي الفضائي وفعلا جون بيعمل كده وبيبطئ الزمن وبياخد ماريا وكارل لمكان تاني. وبيستغرب العميل جرافس ان هم اختفوا فجأة، فبيجوا الفضائيين وبيعالجوا ماريا وكارل وبيصحوا كلهم وبيودعوا الفضائيين وهم خارجين. وبيتجوز جون ماريا وبيقضوا حياتهم في الغابة. وبيتعاون جون مع كارل وبيحاولوا ان هم يأسسوا شركة خاصة بيهم، وبيتحكم على العميل جرافس بالسجن بسبب تخطي مشكلة في مجاله. وبكده يكون الفيلم خلص. اشوفكم على خير في حلقات كتير جاية، وسلام.